صباح الخير عليكم خياتي، صباحكم بربحكم، صباح المال والرزق والذرية الصالحة كامل في مراحكم، ومجميع مريض بالشفاء عليه إن شاء الله يا ربي. نقول لكم خياتي ما تنسونيش بلايك، الله ينعم عليكم، اشتراك في القناة باش تلحقكم كل حاجة نديرها في قناتي بإذن الله إن شاء الله تلحق لعندكم. وكومونتار يكون جواب كيما نتوما، أنا تاني البنات نتحفز نحط كتر وكتر. فوالا هنا خياتي كيما راكم تشوفوا شاركت معاكم وصفة تاع الشوفلور. صدقوني تجي عسل في البنة، يجي بزاف هايل البنات. يعني ما كي ديروه لوليداتكم صغار على بالي باللي ما يفيقولوش كامل باللي الشوفلور يجي بنتو بنه. ديروه بك البنات وصدقوني يجي بزاف هايل، روعه روعه في البنه خياتي. هنايا كان عندي راس تاع الشوفلور بعد ما غسلته مليح مليح، ومن بعد حكمت طيبته يعني في الماء. وكي طاب لي البنات مليح واش ندير انايا، نحكم نعصرو يعني نحي كامل هذاك الماء اللي فيه كيما راكم تشوفوا هنا، يعني عصرته مليح مليح. ومن بعد هنايا انا ضفت لها بولي اشي، وحكمت حبه بصل كبيره سكرفشتها، ودرت لها حوالي 3 فصوص تاع الثوم. قلت لكم البنات نعاود معكم، حكمت انايا الشوفلور غليته في الماء بعد ما طاب لي مليح، حكمته عصرته يعني حيت كامل هذاك الماء اللي فيه، ودرت بولي اشي، وزدت حبه بصل كبيره كنت سكرفشتها البنات كيما راكم تشوفوا، لكن البصل تاعكم صغير ضيفوا جوج حبات بصل. وهنا ضفت لها فلفل اسود، وضفت اللي هو فلفل الكحل والكمون، ودرت لها لا شابلور هنا حوالي جمغارف كبار تاع لا شابلور، وحبه بيض كامله كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد ما عاد نحكمهم يعني ندخلهم كامل هكا بهذه الطريقه هذه، ندخل كامل لداخل يعني مليح مليح، ندخلهم نخلطهم مليح مليح. نعاود معكم خياتي. نحكم انايا عندي راس تاع الشوفدور قلت لكم غسلته تخي بيان البنات، ومن بعد غليته في الماء بعد ما طابلي، نحكموا البنات نعصروا يعني نحي كامل هذاك الماء اللي فيه. ومن بعد نضيف له حبه بصل كبيره، قلت كيما قلت لكم لكن البصل تاعكم صغير تلحقوا حتى جوج حبات بصل. وكدت لها بولي اشي، تقدروا نتوما تعوضوا بالفيون اشي يعني يرجع لكم نتوما اللي موجود في الدار. وزدت لها الثوم، وزدت لها حوالي جوج مغارف كبار تاع لا شابلوغ وحبه بيض البنات. قلت لكم الا كان توفر معكم انتم المعدنوس ديروا المعدنوس، قطعوه رقيق رقيق وديروه. هذه هي، وكنت عجنتهم الملح ملح خياتي كيما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد كيما راكم تشوفوا نحكم هكا يعني طبسين ندير فيه فارينه، ونحكم الحبه توعيه يعني ندورهم هكا على شكل دائره. وانتم كيما حبيتوا خياتي، حبيتوا تديرهم كبار ولا تحبوا ديروهم صغار، يعني كيما حبيتوا ديروهم انتم يرجع لكم. انا كنت درتهم هكا متوسطين. بصح صدقوني البنات انا يعني الكميه اللي درتها لكم انايا تخرج لكم كميه لاباس بها، يعني توكل عائله كبيره، يعني درتهم الحجم تاعهم ني كبار ني صغار. فوالا دوكا نكمل كامل هكذايا يعني ندورهم بهذه الطريقه هذه. ومن بعد نحطهم في الفارينه كيما راكم تشوفوا هنايا. وكن البات كنا نحب نقليهم يعني نخلص كم الفارينه الزايده ونقليهم يعني في المقله ديالي. كما قلت لكم خياتي لازم باش الوصفه هذه تنجح معكم، يعني الشوفلور تاعكم لازم يعني تخلصوا كم داك الماء يعني تغلوها في الماء ديالكم، نحيو كامل الماء اللي فيه. وصدقوني خياتي هذه الوصفه هذه تاع الشوفلور تجي بزاف بزاف هايله، حتى كي ياكلوها اولادكم صغار ما يفيقوش كامل بها. فوالا كما راكم تشوفوا دوك نكمل كامل الحبات ديالي. ومن بعد هنايا نحكم الحبه التوعي كيما قلت لكم انايا يعني نحي كامل الفرينه الزايده ونقليهم كيما راكم تشوفوا هنايا حتى يحمروا لي كامل، وما تخافوش يعني ما يتحلوش معكم في الزيت. فوالا هنا خياتي نجوزو المريقه تاع الشوفلار. كنت حكمت هنايا حكمت السمن وشويه تاع الزيت، وضفت لها هنايا حبه بصل كبيره كنت سكرفت يعني كنت فرمتها على الطريقه هذه، وضفت لها زوج حبات فصوص تاع الثوم. وهنا كنت درت التوابل عندي فلفل اسود فلفل احمر والكركم هذا ما كان. ونضيف لها البنات يعني الملح، يعني انا خياتي الملح نديرو دوكاتيك اللي ولا كان نتوما عندكم يعني الحميصه تاعكم يعني ماشي طيبه ما تضيفوش الملح دوكاتيك تضيفوه مع الاخر يعني باش الحميصه تاعكم اطيب لكم. وهنا حكمت الدجاج تاعي كنت حكمت الدجاج كنت قطعته مكعبات شويه كبار هكذايا. وكما راكم تشوفوا هنا دوك نبدا نحرك بهذه الطريقه هذه. شوفوا خياتي السر الوصفه تاعكم يعني الماكله تاعكم باش تجيكم بنينه هي في القليان، هاد المرحله لازم ديروها، يعني تقلوا مليح البصل تاعكم تقلوه مليح مليح خياتي مع لي زيبيس باش تجيكم الماكله تاعكم بنينه. بعد ما تقلى لي كامل داك البصل كيما راكم تشوفوا هنايا، ومن بعد يعني نمرقها بالماء سخون. قلت لكم انا خياتي يعني الحميصه تاعي انايا طيبه قولوا غير طيبه يعني نضيفها كامل مع الاخر. وانتم كان الحميصه تاعكم نتوما يعني ماشي طيبه واش ديروا يعني ديروها مع الاول، والملح ما ديروش مع الاول البنات باش يعني الحميصه تاعكم طيب لكم ليه ليه. هذه هي انا كنت درت الملح مع الاول وكنت درت لها البنات يعني مرق تاع الدجاج. وهنا نغطي عليها حتى نحسب تتجمر لي باش ندير الحبات ديالها.
هذه هي خياتي كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي الطبق تاع الشوفلور تاعي. هنا تقدروا تقدموه البنات يعني تحكموا حبيبه تاع الشوفلور تاعكم تحطوه في طبيسي وحده وديروه فوق المرق، ولا ديروه فوق المرقه البنات، يعني يبقى الاختيار لكم يرجع لكم. صدقوني هاد الوصفه تاع الشوفلور تجيكم واحد البنه بنتو بنه خياتي بزاف بزاف هايل. حتى اذا كان درتو يعني وليداتكم ياكلوه ما يفيقوش كامل باللي هو الشوفلور يجي بزاف هايل. هذه هي البنات نقول لكم ولا جبتكم وصفه تاع نهار اليوم. ما تنساونيش بلايك، الله ينعم عليكم، اشتراك في القناه اللي ما راهيش مشتركه باش تلحقكم كل حاجه نديرها في قناتي تلحقكم باذن الله ان شاء الله. ونقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في وليداتكم، تهلاو في ديوركم. نقول لكم خليكم في رعايه والله وحفظه الى وصفه اخرى ان شاء الله وروتين اخر ان شاء الله. مع السلامه.